لكن لما عمليه تصغير الصدر بتبوظ لو اتعملت غلط بتبقى كارثه. ما دي عارفه. انا بتبقى كنت لسه كارثه. هقول لحضرتك، انا يعني بتشكر حضرتك اللي انت قبلت ان انت تعمل حاجه او تصلح حاجه غيرك بوظها، او لو اللي هيوافق مش هيديني التاكيد النتيجه هتطلع كام في الميه. والله احنا هنعمل. عادة في عمليات الترميم، احنا دي بنسميها عملية ترميم، هي دي مش عملية تجميل. التجميل دي لو واحدة جاية من الأول تعمل عملية خلاص أنت وده بتقول لها حصل. النتيجة 100% بإذن الله. عمليات الترميم أو الإصلاح ماشي، أنت من خبرتك بتبقى عارف أنت هتوصل لفين، بس برضو ما بنوعدش المرضى قوي بأحلام وردية يعني. بس لو طلعت الاحلام الورديه انا هبقى مبسوطه. إن شاء الله هتطلع بإذن الله، إن شاء الله. أنت كنت عاملة عملية بايظة من 12 سنة تقريبا ولا أكتر؟ 2006 2008 من ياه، زمن الزمن. 18 سنة. انا كنت حاسه. كنت انا إيه؟ حاسه طبعا. كنت حاسة بإيه؟ حاسه اللي هيطلعوا زي الفل باذن الله تعالى. الحمد لله بفضل واثقه الله. في حضرتك الحمد لله. ايه رايك بقى؟ تسلم امسك ايدك. المرايه وفحي تسلم ايدهم ايدك. شويه. تسلم ايدك. ما شاء الله. شكرا. لعلمك انا بحب الحالات الصعبه دي اللي فيها تحدي عن أنا الحالات عارفة. العاديه أنا يعني، فاهماني؟ رغم ان فيها ريسك كبير بس انا ببقى مبسوط. انا عارفه ده. يعني تصغير الثدي العادي ده اللي هو الروتين اللي بيتعمل اول مره ده، لكن لما يبقى بقى الدنيا بايظه، حاله ما فوق والجرح مش عارف عامل ازاي والصدر واقع، وده هو هي السد دي ده بقى كان اكبر من ده. دي بكتير. أنا هو ده التشالنج يعني اللي بيخلي الجراح مبسوط. انا مبسوطه الحمد شايفه لله. انا قد ايه مبسوطه. الحمد لله. شكرا الحمد لحضرتك. لله على شكرا السلامه. الله الحمد لله يخليك. على السلامه. تسلم لي.